جيت على اربد عشان اصور لكم عجلون من هون. هاي اللي قبالنا جبال عجلون، والارض اللي انا واقف عليها لاربد. عجلون كلها غابات وفيها انواع شجر انا عمري ما شفت. هذا المسار اول ما نصل بعد 200 متر راح يطل معنا على جبل الشيخ. طبعا محمية عجلون طبيعية. حلو كمان المسار مريح للمشي. بتعرفوني مشيت مسارات كسر رجلي فيها، بس هذا ممتع. واللي شايفينه هذا ولا اشي من اللي راح تشوفوه لسه، ولا اشي حرفيا ولا اشي. بدي حماس، يلا نطوا نطوا. اذا ما بتعرفني معك الشغنوبي يستكشف كل ما هو غامض ومفيد وجميل بنفس الوقت، فاذا مش متابعه تابعه. طبعا هاي المحمية فيها اكواخ، طلعوا لي الاكواخ اللي فيها. شايفين كل هاي اكواخ داخل المحمية، وبتمشي يا كبير. طلعوا كيف الشجر بسكر هون، ما احلاه ما شاء الله. طلعوا لي حرفيا المسار حلو. المسار حلو لانه مريح للمشي كمان، يعني انا بمشي وانا مرتاح، مش مرهقني زي باقي المسارات اللي مشيتها. الرجاء الالتزام بالممر. شايفين كيف لازم تلتزم بالممر عشان تحافظ على النباتات، يعني فيش داعي تدعوسهن، فبتظلك ماشي بالمسار زي هيك. طلعوا لي الجبال اللي فتحت قدامنا ما شاء الله. بس 200 متر. طبعا المسار هذا مشكل والطريق مكتوب مثلا هذا المسار كيلو ونص، هذا المسار كيلو، هذا المسار 3 كيلو. بعد 200 متر بصير في فواصل هسه بتشوفوها. وين انا في عجلون يا زلمه، شو الاردن هاي. ليش انا بضلني اقول اذا مش متابع الشغنوبي تابعه؟ لانه المحتوى اللي راح تشوفه عند الشغنوبي مش راح تشوفه عند حد غيره. لاني انا بتعمد اروح اماكن ما حد بيعرفها. يعني بامكاني اروح على التلفريك ما رضيت اروح، بامكاني اروح على شغلات مشهوره للناس ما رحت. بحب اروح اماكن زي هيك ما حدا بيعرفها. بعرف في ناس تعرفها، بس قصدي انه ما تصورت على السوشيال ميديا انها تطلع ترند. يعني زي هاي المناطق، حتى الكرسي اللي عاملينه بالخشب. طلعوا لي المنظر، حتى الكرسي بنظام الطبيعة. هاي وصلنا أول ممر. المفروض هذا الجسر اللي بدنا نقف عليه هسا يطل على جبال الشيخ. طلعوا لي ما شاء الله. طلعوا كيف، طلعوا هاي في قعدات كمان عنده. يا الله ما أحلاها. شايفين غاد بس من الضباب مش مبين، غاد جبل الشيخ. بعد ما نطلع من الإطلالة هاي بدنا ننزل من هون نكمل مسيرنا. طلعوا الإطلالة كيف محلاها هون. هسا هون بتكمل المسير. هاي في مسارين، هذا مسار كيلو وهذا المسار 2 كيلو. وهي بكونوا كاتبين لك هون عشان تعرف وين بدك تروح، بس انا مش عارف وين بدي اروح. وينكم تروحوا؟ هذا 45 دقيقة وهذا 15 دقيقة. قررنا نمشي من هذا المسار اللي هو ابو الكيلو. هذا المسار بنمشي فيه برجعنا اخر شيء وين، على المحمية نفسها. شايفين الطور الاحمر اللي غاد؟ هسه بدي اخلص المسير هذا واصور لكم من غاد لهون. فاهمين انتوا صح؟ راح اصور لكم من غاد لهون، يعني راح نجيب المحمية من الجهة الثانية. هاي لو يزوروا عجلون 100 مرة ما راح يقدروا يدخلوا على المسير هذا إلا بمرافقة دليل سياحي أو حد يدلك من نفس المنطقة هون على المسير هذا. غير هيك ما راح تقدر تدخل لحاله، ما راح تندله. ليش ما راح ندله؟ بتشوف الغابات، بتشوف كل شيء على جنب وانت ماشي. بس ما بتعرف منين المسير، ما بتعرف تعرفش كيف تزوره. تندل. بالضبط ما راح تعرف تزوره. فاحنا بنساعد الناس كلها على زيارته ومجانية. حلو. هاي تعالها بشهر 6 و7 بتلاقيها ضباب. هاي الشغلات ترى بتميز عجلون، انه عجلون بعز الصيف بتلاقيها كلها ضباب وباردة. طلعوا لي المسار هذا اللي قدامي. طلعوا ما شاء الله كيف صار الشجر. هاي في مسار هون كمان، بس احنا خلينا على اللي بنعرفه. طلعوا كيف، طلع الشجر، طلع الغابات، طلع ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الحلو بالمسارات هاي لما تدخل مسار بتدخل من المحمية وبرجعك على المحمية، يعني ما فيش داعي تمشي وترد ترجعه، نفسه بلف فيك. هي بلش طلوع معنا. طلع المنظر كيف صار. هيك وصلنا ايش، هيك وصلنا المحمية. خلينا نروح نطلع على الطور. طلعوا هاي المحمية اللي طلعنا منها. هسه بدنا نسحب ايش على الطور غاد. راح يكون اذا هون المنظر هيك، تخيل المنظر ما شاء الله كيف جميلة عجلون والله. خلاص بكفي، خلينا نوديكم على الطور. طبعا بعيد عن المزح اضطريت اروح على اربد عشان اصور لكم عجلون من اربد. بدنا ننزل غاد على حفة الواد، هذيك عجلون وهاي اربد.
وهاي الشجرة لفتتني، تعالوا نشوفها مع بعض كيف سبحان الله فاتحة. الله أكبر والعزة لله. طلع سبحان الله، سبحان الله كيف فاتحة. على فكرة ما بمزح والله العظيم، احنا في إربد، والله بحكي جد احنا في إربد. بدي عشان اصور لكم عجلون جاي هون انا. طلع كيف، ها بدنا نمشي هيك، بدنا نمشي هاي المسافة كلها حفة الواد، حفة الواد اللي بكون واقف عليها إربد، واللي قبالها مباشرة هاي اللي جبال عجلون. تعالوا افرجيكم اطلالي عمركم ما شفتوها في حياتكم، ولا في حياتي انا زيكم بدي اشوفها اول مرة. شايفين كيف ما شاء الله، غابة غابة كامل. يا اخوان المكان اللي بدي اوديكم عليه كثير قوي، بقول لكم لدرجه طلعت على اربد اجيب منها لقطه لعجلون واورجيكم الطور اللي بدنا نقف عليه. هذا اللي صورت لكم اياه من المحميه، قلت لكم هسه بدنا نروح عليه. مين بيعرف العلامات اللي بتكون على الصخر زي هيك ليش بيستخدموها، او ليش معلمه بتلاقيها في مناطق بتلاقي فيها علامات زي هيك؟ اكتبوا لي بالكومنت. والله الطريق متعبه، والله انها تستحق. انت لك ان تتخيل، بقول لك جاي من عجلون على اربد عشان اجيب لك اصور لك اللقطه هاي. قربنا نوصل، طلعوا ما شاء الله، وصلت نهايه العالم. طلعوا المنظر، طلعوا طلع طلع. يا الله، شايفين علم الاردن الغاد؟ هذا المسير اللي كنا نمشي فيه هسه. هاي هي جبال عجلون. طلعوا احنا وين صرنا، اجينا هون على اربد عشان نصور لكم عجلون من هون. طلعوا الطبيعة اللي فيها، طلعوا الوديان اللي هون. دقيقة اقرب لكم على حفة الطور اللي هون. طلعوا من هون. يا الله، يا الله الصوت اللي عندي يا اخوان، يا الله. تعال اقرب لكم شوي. طلعوا سبحان الله. اذا مش متابع الشغنوبي تابعوا، لانه المحتوى اللي راح تشوفه عند الشغنوبي مش راح تشوفه عند حدا غيره.